السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتي خبر وانتشر. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم تفاصيل جديدة، صور حصرية ما شفتوهاش يعني من قبل بخصوص زفاف سهيلة معلم. طبعا كاين بزاف صور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنوات، منها مفبركة ومنها بالذكاء الاصطناعي، لكن هذه هم الممثلين نفسهم اللي نشروا قاموا بنشرها على الصفحات نتاعهم او لي ستوري نتاعهم. وقبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، لا تنسوا دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس بيصلكم كل جديد قناتنا في وقت البنات. وقلونا تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو. نبدأ مع يعني كثير منكم طرح أسئلة: هل صحيح سهيلة راح تدير شهر العسل في دبي ولا لا؟ نحب نوضح لكم ونجاوبكم بكل صراحة. لحد الآن ما كان حتى تصريح رسمي من سهيلة معلم بخصوص يعني الوجهة اللي راح تقضي فيها شهر العسل نتاعها. كل الأخبار المتداولة تبقى غير مؤكدة إلى أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي واضح ومنها شخصيا. نروح لنقطة أخرى بخصوص ما نشرته سهيلة بعد الزواج تاعها. أول شيء طبعا قالت الحمد لله على الزواج، وهذه طبعا هي رسالة شكر قدمتها كذلك، شكر وامتنان لكل من حضر معها يعني في الحفلة وتقصص معها في ذيك الفرحة. ونشرت كذلك مقطع صغير جمعها مع زوجها، وكانت فيه مشهد تمثيلي قديم أعادت تذكيره في رسالة واضحة للبنات: إكمال الدراسة والعمل قبل التفكير في الزواج. وهو ما لاقى تفاعل كبير من المتابعين، خاصة لما كان هناك حوار ما بينها وما بين الممثل القدير ربي يحفظه وربي يشافيه صالح أوغرود. كذلك صور الزفاف نتاعها اللي راكم تشوفوا فيها قدامكم تظهر تفاصيل القاعة، الديكور بشكل راقي بسيط، في نفس الوقت مع الخواتيم والإطلالة الخاصة بالعروس والعريس. الزينة كانت منظمة هادية سامبل تعطي طابع أنيق ومميز للحفل. كذلك لاحظنا تشابه كبير بين الزوجين في بعض اللقطات، وكل واحد حر يعني في رأيه، لكن الأكيد أنه الأجواء كانت مليئة بالفرحة. تفاعلوا معها الممثلين، فرحوا لها من قلوبنا يعني من قلوبهم، وإحنا تاني كذلك المتابعين كذلك بزاف البنات خليتوا تعليقاتكم فرحتوا لها عقبالكم إن شاء الله. بصح كاين صور يعني أخرى يعني للأسف انتشرت قدموها بالذكاء الاصطناعي، وهي ما هيش صور تاعها الصحيحه. هذه اللي راهي معانا اللي راكم تشوفوا فيها، هذه هي الصور الحقيقيه اللي تشوفوها الان في الفيديو، هي اللي نشرتها سهيلة معلم، ولا حتى الناس اللي تصورت معها، الممثلين تصوروا معها، المعروفين، مغنيين كذلك الى اخره. تبقى الاخبار يعني متجدده، واي كان يعني اي جديد او تصريح رسمي بخصوص سهيلة معلم او بحياتها بعد الزواج او شهر العسل وين راح تكون وين راح يكون ان شاء الله، كل التفاصيل هذيك اكيد راح نجيبها لكم ونقولها لكم ونحطها لكم في القناه. فقط نقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس بيصلكم كل جديد قناتنا، والاعجاب على الفيديو فضلا وليس امرا. خليكم في امان الله البنات، الى فيديو اخر. دمتم في